تيستينج. اليوم بهوسبيتاليتي نيوز اند تيستينج معنا المهندس الناشط السياسي والبيئي شربل أبو جودة. صباح الخير. صباح النور، ميرسي على الاستضافة بتاعنا. أهلا وسهلا فيك. مثل العادة دايما بتنورنا وبتشرفنا ودايما عندك قصص جديدة. اسم الله عليك محلق عالميا، ما عم بقدر لحق ألقط كل أخبارك. شو الخبرية؟ كيف هيك؟ ليه العالمية دغري؟ يعني فخر كبير للبنان انت وللصناعة الزراعية ولا كل هالنشاطات يلي عم تعملها. نحن بغياب انه كل شيء اسمه رسمي، خط رسمي. نعم. نحن ما عم نستسلم حتى نبرع بكل شيء، نوصل لبنان، نخلي اسم لبنان محله. لبنان منه لعبة صغيرة، لبنان شغلة كبيرة. إذا ما حافظنا عليه، نحن حافظنا عليه، مين بده يحافظ عليه؟ ما نحافظ عليه بكل قطاعاته. أول شيء بالنوعية. نعم. أهم شيء النوعية، إن كان بالزيت، إن كان بالعسل، إن كان بالبولان، إن كان بالبروبوليس. هيدي أهم شيء بدك تحافظي عليه. بدك تحافظي على شعبه، تحافظي على صحتهم. هيدي كمان كتير مهمة. يعني هيدي وين وين سيتويشن. إذا ما حافظنا على بعضنا نحن بلبنان، بغياب الدولة رح نضرب بعض، نضرب بلدنا. يعني الحمد لله انه انت محافظ على الجودة والنوعية ومحلق عالميا بهالجودة وعم تربح انترناشونال اووردز عالميا، وهيدا برهان انك شخص طموح مثابر آدمي من خيرة الأوادم، وشخص عنده كمان طموح مهم، هو طموح ينهض بهالبلد. بس شو بدك تعمل تتعمل لحالك يا شربل؟ في ايد عم تمتد لك؟ هل عم بيكون في دعم من الوزارات، من الوزراء، من الحكومة، ولا عم بحطوا عصا وعم بعرقلوا الأمور؟ يلي دمر البلد ما تتوقعي منه هو يبني البلد. هيدي ما بقى نتوقع. بدنا نحن ننطلق، نحن بدنا نحافظ على بلدنا ومش رح نستسلم. بدنا نرد لبنان سويسرا الشرق. يعني الحمد لله انه في اشخاص مثلكم، كل اللي عم بستضيفكم الحمد لله انه بعد عندكم هالقوة وقوة القلب بأنه تستثمروا بلبنان، وانتو أملنا الوحيد بأنه يرجع ينهض هالبلد. بدك تعطيني 4 أشهر تطلع نتائج زيت الزيتون. فايتين بالكومبيتيشن انترناشونال. نجيب لك أنا بعرف أنه زيت الزيتون ربح انترناشونال أووردز بلندن بكندا. السنة بدنا نجيب لك 5 جولدن ميدال الله راد، من نيويورك، من طوكيو، من برلين، من سيدني، من هولندا. روعة. يلا جود لك. I'm gonna cross my fingers. إن شاء الله يا رب. بندعي لك بالتوفيق يا رب، وأكيد نحن وراك وورا كل أخبارك. ميرسي. وأكيد دعم مطلق لإلك. أنت عن جد يعني بفتخر فيك وبصداقتك وبكل هالمنتوجات اللي عم تعملها، من الهندسة حضرتك للزراعة للنحل، وأعلى ستاندردز بالعالم. يعني خبرنا اسم الله عليك، لوين بعد؟ وين رح تحلق بعد؟ نحن هلا نية على الأرض، عم نشتغل على الأرض، على الواقع. عم تشتغل على الأرض وعم تطلع. عم نشتغل على الزراعة. تنركز شوي على موضوع لأن مواضيع كتير. خلينا اليوم نفوت بموضوع العسل، بما أنه هلأ موضوع العسل والنحل والبروبوليس. بدنا أكيد خبرية النحل. أكيد ناطرينا. نحن بيهمنا شغلة كبيرة. يمكن وقت طلع وزير الزراعة عندي على المشروع على البقاع، وتفاجأ بكمية الزيتون الموجود على الشجر. نعم. وهيدا شغلة كتير كبيرة، وهيدي بحب ركز عليها. الزيتون ما بده، بيقولك ما بده بوليناج، لأن بيحمل لوحده. هو بيعمل بيلقح حاله. بس تحطي له النحل معه بتشوفي العجائب. يعني النحلة لازم نحافظ على النحالة. بدنا نحافظ على النحالة بإيدينا وإجرينا. نعم. هو السبب الوحيد يلي قادر يدعم قطاع الزراعة. نعم. نحن ما في حدا عم يدعم قطاع الزراعة. يلي عم يدعمه بطريقة غير مباشرة هو النحال. يعني بدل ما يطلع عندك طن ليمون، عم يطلع 4 طن و3 طن ليمون بسبب حلو. النحل. بكل الزراعات، بكل شيء اسمه زراعات بلا النحل عم تاخدي انتاج الثلث. فالنحل شغلة كتير كبيرة، وهيدي دعم للزراعة بالمباشر. وهيدي شو فينا نحافظ على النحالة، شو فينا ندعم النحالة بطريقة. بس أول شيء
كيف فينا ندعم النحال؟ مصاري، ما في حدا يدفع مصاري، ما حدا معه مصاري، لا الدولة ولا حدا. فينا ندعمها بالتكنولوجيا. يعني النحال مش بس بده يشيل عسل، نحن مفروض النحال يشتغل على كل القطاعات. عنده ببلش أول شيء جولي رويال، وي. بولا، نعم. بروبوليس، نعم. شمع، سم النحلة. هيدا من أهم دواء، الجرام $100 تقريبا. عندك كذا شغلة للنحل. حتى فيك تعملي من العسل خل العسل، فيك تعملي شيء مش طبيعي. خل العسل؟ ايه، خل العسل. فيك في انواع صابون، في اللوشن، في يعني هيدا النحل ما لازم بقى يضل متكل على العسل فقط لا غير. النحل مفروض يكون عنده خبرة، ونعطيه نحن النو هاو كيف يشتغل. ما يصير فيهم مثل ما صار بالبروبوليس، انه فاتوا ببعضهم ومعهم حق الشباب اللي عم يستعمل الميثانول. شو صار ببروبوليس؟ سمعنا هيدا الخبر. في ناس عم تستعمل الميثانول، عم يدوبوا بالميثانول. وشغله هيدي ممنوعة. مفروض يستعملوا الايثانول او يكون او رو او طبيعي. نعم. فصار خلاف عليها وضووا عليها الامور، ونحن اشتغلنا عليها بزحل امبارح كمان قبل امبارح بمؤتمر سلامة الغذاء، وحكينا مع جماعة اللي بيعطوا المواصفات اللبنانية انه نحط ستاندرد لكل شيء اسمه قطاع النحل. نعم. كان البولان، كان الجولي رويال، كان البروبوليس، وخاصة كيف بيدوبوه. يعني لازم نحن مثلا بندوبوه بالويت الكول، قمح، الالكول القمح، فود جريد. القمح هيدا فود جريد طبيعي 100%. ليش ما كلكم بتدوبوا فيه؟ ليش بدك تستعمل الميثانول؟ ما بيسوى. فنحن ما بدنا نضر الشعب وما بدنا نضر المزارع. يا مزارع يا نحال، شو عندك مشكلة ما تفوتوا بشغلة تضر العالم، مثل أن اللي بيشتغل بالعسل وبالسكر. يا خي، كيف بيتلاحقوا هالأشخاص؟ كيف في مع نحن هلأني شو بدنا نعمل؟ عم نعمل شغلة كتير مهمة. بكل قطارة تبع البروبوليس مفروض يكون فيها فلاير، شو مستعمل، أي أنواع الكول، شو بتضر، شو بتفيد، ومين بيستعملها وليش بيستعملها. أطلقناها بخبرة 4 حكمة، وصارت تقريبا جاهزة. بعتقد جمعة الجاي بينزل على كل منتوجاتنا تبع السيبايو. شوف بيفيد الكول تبع القمح، وليش مفروض إذا بدك تدوبي بالالكول، وشو إفادته بالتخديره. يعني كله موجود على الورقة، لازم تقريها وانت تاخد قرار كمستهلك. نعم. يا بتاخد هالبرودكت يا بتاخد غيره. نحن كنا عم نعمل كمان حملة توعية لكل المستهلكين، انه بس خليه يكون عنا هيدي شو بقولوا الابيتود، انه بس بدنا نشتري برودكت قبل ما نسحبه من الريون، نقرا عن مكوناته. صح. وننقي اجود البرودكتس. لو عم ندفع فرق شوي زياده ما نروح على هالبرودكتس الرخاص، لانه الصحه بتدفع ثمنها كتير غالي بلبنان. مش بس هيك، مش بس تخسر صحتك وبتخسر بعدين كل مصاريفك. حدا يتحمل مسؤوليه البرودكت. يعني اذا ما في عندك فيش عن البرودكت، اخدي دواء ما بعرف شو محطوط فيه ومش مكتوب شو فيه بقلبه. نعم. مين مسؤول عنه؟ مفروض يكون في كل شيء واضح على اي برودكت، يكون واضح تقدروا تاخدوه براحة بال. اوكي، خلينا نحكي شوية عن العسل. انت مشهور كتير بعسلاتك الطبيعية، خبرنا شو اصناف العسل، شو جايب لنا معك اليوم؟ انا ما يعني مني كتير موسع. يعني موسع. عندي صيفي السنديان، عندنا الجردي يلي هو بترشيش، رود ترشيش، ونحن بننزله بالساحل، يعني بين صور وبين كفر شيما وبين البوار، لان عم نقرب هلا صرنا خايف لما ننزل على الجنوب. ايه. نحن تبع الشتوي عم نخليه للنحل، يعني الليمون والكذا عم نخليه للنحل. عسيتك كتير طيبين. ثانك يو. دقناهم وخلصناهم صحتين. ولا هودي لكم كمان. هلا جايب لنا كمان وثقة جديدة. والحلو في عنا نحن عندنا مشكلة بلبنان، هي الأنانية. نحن عسلاتنا من أهم عسل بالعالم. عندنا مشكلة، ما عم نقدر نتفق مع هالنحالين تنوصل مثل ما عملنا بالزيت الزيتون، وصلنا فيه للعالمية.
بدنا نوصل عسلاتنا للعالمية. في ناس عم تشتغل فيري بروفيشنال، أنا بهنيها. وفي ناس مشكلتها وين؟ انت بتحط ب15، انا بحط ب10، انا بحط ب5. طب يا عمي ما عم تخسروا، عم تضربوا القطاع كله سوا، عم تضربوا القطاع. ما بيصير. اذا عندك صح، اذا عندك عسل مرتب، نحن عسلاتنا اذا بتشوف البولان 60 نوع، 40 نوع، 50 نوع بولان، يعني العسل من 40 ل 50 نوع زهري. هيدا عسل سوبر مميز. عنا بلبنان عسلنا سوبر مميز، لازم نوصل فيه للعالمية ونرجع نطلع بالسعر فيه تيستفيد هالنحال، تياخد سعر مزبوط. بس المضاربة والمنافسة يلي بتصير بدون رقابة، هيدي المشكلة اللي عم تصير بلبنان. مفروض ينعمل كنقابة نحالين أو كوزارة زراعة، نحط ستاندرد لزيت لعسلاتنا وتتقدر تظهريهم لبرا مع فحوصات مع كذا. وهون بدك ملاحقة يلي عم يبيع السكر ويلي عم يبيع العسل المغشوش كمان. هيدي يا ريت بصير في حملة مثل ما صار حملة على البروبوليس، تنضوي على الموضوع ونوقف يلي بحط لك تحت سكر وحط 5 سنتي فوق او 3 سنتي عسل طبيعي. هودي مشكلة بالبلد. نحن عسلنا مفروض يكون هيدا مش حقه 15، لازم يكون حقه 50. عسل المانوكا قد ما عملوا له دعاية، عملوا له قيمة وما ضربوا بعضهم، بالعكس اتفقوا مع بعضهم، صار عالميا بنبيع $100 عالميا. وما ما انه احسن من عسلنا بلبنان. نحن مشكلتنا بس اذا بنقدر كلبنانيين نتضامن كنحالة والانتاج الرائع نحافظ عليه، نحافظ على الجودة ونقدر نسوقه مزبوط، بعتقد انه ما بيبقى في نحال بلبنان فقير. ما في مثل العسل عن جد. بالفعل هلا بنعمل تيستينج سوا. يلا هلا البولا مع العسل. حتى لنا غنية تونيا، نقيت لك شي على ذوقي. بحق لك وطنك دينك، لو هالدنيا سألت مينك قلن انك لبناني، بطل السلم وبطل الحرب، همزة وصل الشرق الغرب، تنضل تحب وتنحب، بيكفي انك لبناني. شو رح ندوق شربل ابو جودة؟ شو رح ندوق معك بالاستوديو اليوم؟ اول شي بدي ادوقك عسل مع بولان. قبل ما تدوق البولان بدي اسالك، عندك شي مشكله مع عقصه النحله او بولان نحل؟ لان في ناس بياخدوا بيختنقوا. ايه اذا عندهم حساسيه، لان البولان كتير مهم كبروتين كغذاء ككذا. هذا سابع سوبر فود بالعالم. كيف فينا نعرف؟ بدك تاخدي حبه صغيره وتدوقيها قبل ما اعمل. لا الله شربل بده لا ما هيدا ما بدي اخدك. هيدي اذا حبه صغيره اجمالا كل واحد اذا مش بدي اخدي بولان قبل مفروض تدوقوا حبه صغيره او حبتين. اذا ما حسيتوا بشي يعني ما عندكم حساسيه. بس هلا مش وقت حس بشي على الهوا. انا ما بدك تدوقي ديجا بهالتقص عندي الرجي عم بسهول. يلا بلا ما ادوق البولان على الهوا بدوقه بعد الهوا. لا يا شربي. طيب انا باخذ. خليني ادوق العسلة. انا ضايقتهم بس رح ارجع ادوق. هول العسل الطبيعي تبعك مش هالقد. بديك تشوفي شو هالعسل غير شكل. يعني انا دقته قبل وبقلكن هيدي الطعمه ما لازم تفوتوها. والحمد لله عن جد ما جربت ولا صار لي شيء. عم بدعم حالي بالعسل من سيبيو والبي بروبوليس. صح. شو طيبين هالعسلات، شو طيبين هالعسلات. كأنك عم تاكلي بونبون على كراميل على يعني شو بدي اقول لك. بدي خبرك سر رح تضحكوا. في مرة طلع على بالي قد ما طيبين وقد ما هالتكستور تبعتهم رائعة وقد ما حسيتهم كأنه ملقعة من الطبيعة.
قلت انا فوائد الطبيعه بتجنن، عم باخده وعم بحس عن جد كل مره انه في دعم، يعني ما عم بتعرض لجريب الحمد لله لليوم، ولا جربت ولا سخنت ولا هالفيروسز كلها. بتعرف شو عملت شربي؟ كمان اخذت هيك نقطتين ثلاثه وعملت ماسك لوجهي. فيري نايس. واي بروميس يو من بعد ما خلصت وغسلت كانت البول كتير ناعمه. في عم كل يعملوا شيء بيجي لوشن، من الطبيعه سبحان الله. في لوشن، في شباب كتير عم يطوروا اللوشن والصابون والكذا تبع النحل مع العسل، مع جولي رويال، مع الالوا فيرا، يعني عم يشتغلوا شغل كتير حلو. عنا انتاج رائع بلبنان. انا بهنيكي عم تضوي على هالمواضيع حتى نشجع هالشباب يشتغلوا ويكفوا. ان شاء الله الكل بيشتغل وبيحترم معايير كلها مثل صح. حضرتك. ان شاء الله بتكونوا اصلا انت قدوه لكل يلي عم بيشتغلوا بهالدومين الصناعي الزراعي. يا ريت بياخدوا من خبرتك، يا ريت بصير في تواصل، بيتصلوا فيك، لانه انا بعرف قد ايه انت منفتح حتى تدعم وتساعد العالم وتعطيهم كل النصايح وتوفر عليهم مشاوير وتعرقل يمشوا دغري على الطريق المضبوطه. قبل ما يدهمنا الوقت، سؤال سريع كتير، ما بقى عنا وقت. نحن لازم نرجع نجتمع تنحكي عن مشروعك للمرفأ، وين صار، شو صار فيه، عن كل هالمشاريع السياسية اللي عم بتقوم فيها، وصوتك عم بضل ملعلع على كل المنصات على طول متابعتك. نحن المرفأ رح اقول لك ما بقى عنا باختصار، كتير وقت، يعني كلمة وين صرنا كمان بالدوائر العقارية؟ اول شيء باختصار عالسريع. المرفأ بدنا نعمره، شئنا نعم. ام ابينا بده يتعمر مرفأ بيروت، الله يسمع منك. وبدنا نعمله بالطريقه يلي الافضل للبنان. نحن ما رح نستسلم نخليه مدمر. اوكي، هيدي رح طمنكم. عندنا هلا مؤتمر بالمكسيك وبكندا مثل ما عملنا السنه الماضيه. انا سوري اخرت 7 اشهر بسبب ظهري، كان عندي وجع بظهري. مضبوط، سلامتك. هلا صرنا منيح الحمد لله، راجعين ننطلق بحمله ضخمه. نحن صار معنا $1,800,000,000 كاكتتاب، مستعدين الشباب يكتبوا لبور بيروت. عم نكفي الدراسه نعم. والبرزنتيشن بكندا وبالمكسيك. يلا الله يقويك، ونكفيها. برافو عليك، ان شاء الله يا اما رب. اما خير. الدوائر العقاريه يعني عن عالسريع، جد فتحوها او لا؟ فتحوا، بس بشغله كتير حاطين جيبوا موظفين من الماليه تيساعدوهم، وما في مين يعلمهم، وقاعدين عم يتسلوا. ومعرقة للقصص، والقصه منا اخدينها جديه. العالم عم مخروبه بيوتها. ايه، مخروبة دولة بيوتها، مظبوط. دولة عم تخسر اموال الله، وقاعدين نايم هيك عم يتسلوا، كله عم بيتفرج، عم يحلوا ما هيك حدا عم حلول ينتبه. بسيطه. لازم 24/24 يلاقوا حل، يشوفوا مين في. نحن مستعدين نبعث متطوعين من وين ما كان، مين في يتطوع نساعد هالدوله تنقذها، والا رح تروح دولتنا، رح نخسر بلدنا. لا ما لازم. رح نرجع نجتمع بهذا الموضوع. معك كلمتين بعد، معك اقل من دقيقه. خط ابو جوده العالمي الجديد، سمعت فيه في خط انقاذي، شو الخبريه؟ ورح استضيفك تنحكي عن الموضوع. هاي شغله كتير كبيره، لان هلا انتم بتعرفوا مصر عم تعمل هب ضخم، وبنغوريوم حربة كلها سوا تعملوا خط بنغوريوم يسحبوا الاقتصاد كله، ويبطل في عنا شيء لا ببيروت ولا بطرطوس ولا بحيفا ولا بطرابلس. نعم. نفس الشيء بخط يلي عملوه، خط الهند يلي بيجي من السعوديه وبيطلع على من دبي، سعوديه، اردن، حيفا. نحن اكلات بهالطريقه كمان الكويت والعراق. هون اشتغلنا نحن على هذا الخط الجديد، ورح تتفاجئوا طلعت وزاره جديده تبع الكويت. طلعت الوزاره. طلعت الوزاره، ان الله راد رح نحضر اجتماع ونطلق المشروع الجدي انقاذي عالمي للبنان. نحن ما بنستسلم. اذا دولتنا نايمه نحن ما رح ننام. بلدنا بدنا يرجع احلى بلد بالعالم. هيدا كان شربل ابو جوده، على طول طموح وعلى طول مندفع. يعطيك الف عافيه، انبسطت بحضورك، وبقول لك الى اللقاء بلقاء جديد ان الله راد. ميرسي على استقبالكم، ويعطيكم الف عافيه. شكرا. شمغ